السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في قناة تقنية منوعة. وأحب أرحب بمشاهدين الجدد، وياريت منسوش لو عجبهم محتوى القناة يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس عشان إن شاء الله يوصل لكم كل جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل الفيديو بتاعنا ميدالية نجمة البحر. دي ممكن ميدالية وممكن دلاية في العربية كديكور يعني. شكلها شيك جدا، بسيطة، ما بتاخدش معاكي وقت. نعملها مع بعض ان شاء الله. دي انا هنا مستخدمة فيها تفسيرة ونص تفسيرة، مط وشفاف زي ما انتم شايفين كده. دي نص تفسيرة وده تفسيرة. طبعا محتاجين إبرة مقاس 11 وخيط صيد مقاس 15، وطبعا الميدالية بتاعت الحلقة بتاعت الميدالية. هنسمي الله كده بسم الله. هناخد 5 خرزات من اللي هي نص تفسيرة ونربطهم. هنمرر الإبرة فيهم ونربط. ربطة كمان ربطة، نمرر الإبرة في خرزة بعدين هناخد خرزة اللي هي تفسيرة ونمررها كده بحيث يبقى بين كل خرزتين خرزة بالشكل ده. كده حطينا 4 خرزات، فاضل ال5 اللي هي الأخيرة في السطر. هنمررها في الخرزة دي وكمان الخرزة التانية عشان نطلع للسطر اللي بعده. بعد كده هناخد خرزتين من التفسيرة هنمررها في الخرزة اللي احنا كنا حاطينها اللي هي منطورة لبره دي كده. برضو هناخد خرزتين ونمررها في الخرزة التانية بالشكل ده كده، وهكذا هنكمل السطر. كده فاضل آخر خرزتين هنحطهم وهنمرر في الخرزة دي كمان عشان نطلع للسطر اللي بعده. كده أنا عاملة 5 مجموعات عبارة عن خرزتين خرزتين. كده 2 3 4 5. تمام. بعد كده على كل خرزتين هحط خرزتين برضو من التفسير
بعدين اخد خرزة من نص تفسيرة وامررها هنا، وبعدين اخد خرزتين من التفسيرة وامررهم، وبعدين اخد برضو واحدة نص تفسيرة وامررها هنا، وهنكمل بقى السطر كده خرزتين من التفسيرة وبعدين نص تفسيرة وهكذا. كده خلصنا السطر، وفاضل اخر خرزة اللي هي نص تفسيرة احطها معاكم عشان نطلع للسطر اللي بعده. ودايما اخر خرزة بتمرريها في اخر خرزتين كده، اخر خرزة في السطر بتمرري في اخر خرزتين عشان تطلعي للسطر اللي بعده. بعد كده هناخد خرزتين تانيين من خرز التفسيرة همررهم هنا برضو، يعني فوق كل خرزتين من التفسيرة هنحط خرزتين تفسير. وبعدين هاخد واحدة نص تفسيرة وامررها في النص تفسيرة الواحدة اللي انا كنت حطاها. بعدين اخد واحدة تانية نص تفسيرة وامررها في الخرزة دي. بالشكل ده كده. ارجع اخد اتنين من التفسيرة تاني، بعدين واحدة نص تفسيرة. بنكرر اللي احنا عملناه، امررها في نص تفسيرة وارجع اخد واحدة نص تفسيرة تانية امررها هنا، ونكمل السطر بالشكل ده. طبعا هنحط هنا اخر خرزة نص تفسيرة عشان السطر اخره كده، عشان نطلع للسطر اللي بعده. زي ما قلت بنحط في اخر خرزتين، بنمرر الابرة في اخر خرزتين، ونرجع نحط اتنين من التفسيرة تاني، بعدين واحدة نص تفسيرة وبمررها في التفسيرة اللي انا نص التفسيرة اللي انا حطاها، اللي هي الخرزة اللي هي ناطرة لبره بالشكل ده كده. ارجع احط نص تفسيرة تاني وامررها في الخرزة اللي هي ناطرة لبره، بتسيبي خرزة وتمرري في اللي بعديها. كده حطينا خرزتين من نص التفسيرة، نحط الخرزة التالتة، نرجع هنحط اتنين من التفسيرة،
واحدة نص تفسيرة. بنكرر بقى اللي احنا عملناه، بنمررها في نص تفسيرة، بعدين نحط واحدة تانية زي ما قلت بنمررها في الخرزة اللي هي ناطرة لبره، يعني بتسيبي خرزة وتمرري في الخرزة اللي بعديها. بعدين هنحط نص تفسيرة تانية ونمررها، ونكمل السطر بالشكل ده كده. كده هنحط آخر خرزة في السطر، هنمررها في آخر خرزتين، ونرجع ناخد تاني 2 من التفسير. واخد نص تفسيرة وهمررها هنا زي ما قلنا في التفسيرة اللي هي ناطرة، النص تفسيرة اللي هي ناطرة لبره، أو بتسيبي خرزة وبتمري في الخرزة التانية. كده حطينا خرزة ادي التانية، ادي التالتة، هنحط الخرزة الرابعة. زي ما انتم شايفين احنا كنا بادئين بخرزة وبعدين 2 3 4، يعني كل ما بتعلي كل ما النص تفسيرة بيزيد معاكي، وطبعا التفسير حطينا خرزتين من التفسيرة وبنكرر بقى، هنحط برضو نص تفسيرة بالشكل ده. وهكذا بقى هتكرري لغاية ما تخلصي السطر. برضو بنهي السطر معاكم، وبنمرر الإبرة في آخر خرزتين. هناخد بقى خرزتين من التفسيرة وبعدين نص تفسيرة اهي، بالظبط زي ما عملنا في الأدوار اللي فاتت، بس طبعا العدد بيزيد. دي الخرزة التانية، بعدين هنحط الخرزة التالتة، نحط الرابعة،
وبعدين هنحط الخرزة الخامسة. كده السطر ده حاطين فيه 5 من النص تفسير، ونرجع نكمل بالظبط زي ما عمل. كده خلصنا السطر بقى بالشكل ده. هتاخدي بالك ان احنا حطينا ال5 خرزات اهو، وبعدين الخرزة اللي ما بينهم، وبعدين حطينا 6، 1 2 3 4 5 6 من الاتنين التفسيرة، والنص تفسيرة حطينا النهاية بتاعتهم. السطور كانت عبارة عن 5 خرزات. هنعمل وجه تاني نفس العدد كده اهو. هيبقى في جزء هنشتغل فيه سطر زيادة اللي هو احنا هنشتغله ده، ووجه لأ. هنا هناخد خرزة واحدة بس، بدل الخرزتين هناخد واحدة، وهنحط نص تفسير عادي زي ما كنا مشغلين. السطر اللي فات كان 5، السطر ده هيبقى 6. ادي 1 ادي 2 3 4 5 6. بعدين بناخد خرزة، طبعا بنكرر بنشتغل زي ما اشتغلنا في أول السطر. كده فاضل آخر خرزة اهي، نحطها ونمرر في الخرزة دي والخرزة الأخيرة اللي احنا حطيناها. بقى أصبحت بالشكل ده. يبقى أنا عندي شكل وجه فيه يعني سطر زيادة اللي هو فيه 6 نص تفسيرة، وهنا في الخرزة الأخيرة دي هي الزيادة، وفي 6 تفسيرات، والتاني 5 تفسيرات. بعد كده بقى هنركبهم مع بعضيهم. هناخد الوجه اللي هو منهي بتفسيرة من فوق كده، من النهاية زي ما انتم شايفين كده، وهنمرره. أنا عندي في الجزء اللي هو فيه خرزتين اللي هما التفسيرة دول، هنمررها في الخرزة التانية بالشكل ده كده. وبعدين أمرر في النص تفسيرة اللي هي في الاتجاه التاني بالشكل ده كده. أرجع أروح في الناحية التانية لنص التفسيرة الناحية التانية، يعني هشتغل خلف خلاف رايح جاي في النص تفسيرة زي ما قلت، اللي هي تبقى طالعة كده، الخرزة اللي هي طالعة كده بتمرري فيها الإبرة رايح جاي من الجنب ده للجنب ده.
كده خلصنا اهو نص تفسيرة. بعد كده هتمرري الخيط بالخرزة الأولى من اللي هما الخرزتين اللي هما التفسيرة دول، وبعدين تمرريها في الخرزة اللي هي الفردانية اللي هي كانت في النص دي، ترجعي تاني تمرريها في الخرزة التانية اللي هي في التفسيرتين اللي احنا حاطينهم، الخرزة التانية دي، وبعدين في نص تفسيرة اللي هي في الاتجاه التاني، وهكذا كده نكمل التقفيل. كده خلصنا التقفيل. فاضل برضو آخر جزء فيه أو آخر خرزة اهي، وأقولها لكم نقفلوها ازاي بالشكل ده. طبعا احنا عايزين الخيط يطلع من الخرزة اللي هي الفردانية اللي هي في النص دي بالشكل ده. طبعا انا هكمل معاكم الميدالية في الشكل التاني، لان ده انا عايزة احط له ميدالية ذهبي، هي مش موجودة عندي دلوقتي. انا هشتغل في الجزء التاني يعني او الشكل التاني. هاخد 8 خرزات من نص تفسيرة، 8، واحط معاهم الدبلة، همررها في نفس الخرزة اللي طالع منها الخيط، وارجع امررهم فيه الخيط فيهم تاني، وبعدين امرر في الخرزة دي تاني، وابدأ بقى ايه نربط الشغل بتاعنا. نربط ربطة كمان، ربطة تانية، مرر بقى الإبرة في الخرز كده ونقطع الشغل نقطع الخيط بتاعنا. وبكده تكون الميدالية بتاعتنا خلصت. يا رب تكون الورشة سهلة وتكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وشير عشان الكل يستفاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.